أصحابي الحلوين، أتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا الكنافة المتماسكة الطرية زي اللي بنشتريها من المحلات. لما دايما بنشتري طبق حلويات شرقية أو حلويات مشكلة بنلاقي فيه قطع كنافة كده متماسكة محشية مكسرات، ما بنبقاش عارفين هي ازاي معمولة وازاي متماسكة كده وماسكة بعضها. وهعرفكم ازاي الكنافة تطلع معاكم مقرمشة أو تطلع معاكم طرية للناس اللي بيحبوها طرية، وازاي الشربات بيسكر معانا تاني يوم وبيكون كده محجر في الكنافة ما بتطلعش مظبوطة. هعرفكم كل الأسرار في الفيديو ده. عارفين الكنافة السواريه؟ هي دي بتشبهها جدا وموجودة جدا في المحلات. أول حاجة هنبتدي بيها الشربات أو الشيرة، ومبدئيا كده الشربات بتاع الكنافة دي بيكون تقيل، فأنا هحتاج 3 أكواب من السكر على كوبايتين إلا ربع من المية و300 جرام عسل جلوكوز، يعني حوالي كوب إلا ربع من العسل الجلوكوز. طيب العسل الجلوكوز فايدته ايه في الوصفة دي؟ اول حاجة هو اساسي جدا في الكنافات والحلويات الشرقية لانه بيديها لمعة وبيحافظ عليها، وكمان بيقلل من كمية السكر كده ما يبقاش الشربات مسكر قوي معانا. للنكهة هستخدم فانيليا، لو متوفر عندكم عصرة ليمون ممكن تضيفه عادي. في البداية كده اول خطوة في العسل علشان خاطر ما يسكرش معانا احنا بنضيف السكر، بعد كده المية. لو ملاحظين انا ضفت المية من على جوانب الحلة علشان اتأكد ان مفيش ولا نقطة سكر عليها. بعد كده بضيف عسل الجلوكوز، وفي المرحلة دي مش بنقلب ابدا، بنحطها على نار تكون عالية، وبعد ما يدوب شوية السكر مع العسل بنبدأ ان احنا نقلبهم تقليبة خفيفة كده. وبعد كده اول ما يبدأ بالغليان بنهدي النار للوسط ونسيبها بقى يغلي لمدة 12 دقيقة، عشان الشربات التقيل بيحتاج 12 دقيقة. لو عاوزينه خفيف شوية 8 دقايق وهيكون مظبوط جدا. والكمية اللي انا عاملاها دي لصينية مقاس 35 سنتي، يعني الصينية حجمها كبير، فلو هتعملوا صينية مقاس 30 او 28 هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف على حسب مقاس الصينية. بعد ما سبتها 12 دقيقة بقوم حاطة الفانيليا، وبعد كده بقوم مقلبة شوية صغيرين واطفي عليها علشان نكهة الفانيليا تنها ثابتة في الشربات. الشربات احنا محتاجينه في الوصفة دي يكون تقيل وبارد، فلازم نسيبه في مكان كده يبرد براحته، مش ضروري يعني نحطه في التلاجة، ما ينفعش نحطه في التلاجة وهو سخن او دافي. هبدأ اجهز الكنافة. انا مستخدمة كيلو كنافة لحجم الصينية اللي قلتلكم عليها اللي هي 35 سنتي. لو مقاس 28 او 30 فهتحتاج نص كيلو. ببدأ ان انا افركها كده، ونوع الكنافة ده مش بنفرمه في الكبة او الخلاط، لا احنا بنفركه كده بايدينا لحد ما شعر الكنافة كده يكون ناعم. انا عاوزة تبقى خيوط الكنافة باينة في قلب الصينية، مش عاوزاها تكون بودرة زي النابلسية كده مثلا. بعد ما بفركها كويس، وانا استخدمت صينيتين علشان اللي انا افركه احطه هنا وهكذا يعني. بعد كده بجيب سكر بودرة 5 معالق كبار من السكر. السكر فايدته ايه في الكنافة؟ بيديها لون حلو وبيحافظ على تماسكها. وبقلبهم كده. لو مش متوفر عندنا سكر بودرة نقدر نطحن سكر عادي في الكبة. وهستخدم سمنة. انا استخدمت الوصفة كلها 350 جرام من السمنة السايحة، ويفضل تكون حيواني طبعا علشان دي بتكون احسن. اول حاجة كده بجيب الصينية اللي هعمل فيها وبحط فيها حوالي ربع كوباية من السمنة، يعني ملهاش مقدار تغرقوها زي ما انا عاملة كده. انا حوالي حطيت ربع كوباية وشوية. وبجيب شعر الكنافة اللي احنا فرقناه كويس جدا، وبعد كده برشرشه كده. احنا مش بنجيب كمية كبيرة في ايدينا وبعد كده بنحطها في جنب واحد ونفضل بقى نوديها يمين وشمال علشان الكنافة تنفرد، لا احنا بنرشها كده علشان خاطر الكنافة تطلع كده يعني سايبة من بعضها، ما تكونش مكلكعة وحتة كده تخينة وحتة رفيعة. بعد ما بحط الكمية اللي هو نص كيلو في القاعدة، بجيب صينية تكون أصغر شوية أو صينية قدها وبحط عليها أول حاجة بحط كيس بلاستيك علشان الكنافة ما تلزقش في قلب الصينية، وده ألمونيوم، ما ينفعش ألمونيوم يحتك بالأكل أبدا. فهضغط عليها قوي. انا فضلت اضغط فيها كتير جدا يعني 15 ضغطة كده. بالنسبة لحشوة المكسرات اي نوع من المكسرات متوفر عندكم تستخدموه، بس انا علشان قد شكل البندق ودي الحشوة اللي بيستخدموها في المحلات كتير، استخدمت فول سوداني يكون بقشره علشان يدي الشكل بتاعه، والقشر فيه فايدة جدا كبيرة. بعد كده بحط عليه 3 معالق كبار من الشربات اللي احنا عملناه، سبته حوالي ساعتين على ما برد عشان يمسك المكسرات وما تطلعش من الكنافة، وفي نفس الوقت كده
تكون متماسكة مع بعض. في ناس بيحطوا بيض وده طبعا يعني مش هستخدم بيضة واكلف على الفاضي، وانا ممكن استخدم الشربات. بعد كده في الجوانب بحط السمنة، يعني سمنة خفيفة جدا كده. فقبل ما نضيف المكسرات ممكن نضيف السمنة عشان تكون الطريقة يعني مظبوطة بالملي. بعد كده بجيب الكنافة واحط الطبقة الاخرانية اللي هو نص كيلو الفايض بقى. واهم حاجة لو حابين تعملوا نص الكمية، الصينية ديت كبيرة فممكن تعملوا اللي هو مقاس 28 او 30 زي ما قلتلكم. هسيب لكم كل المقادير بتاعتها تحت في صندوق الوصف. المهم بعد ما حطيت الكنافة ورشيتها كلها كده، بقوم حاطة الاكياس تاني وبقوم جايبة الصينية الأصغر منها وبضغط بقى يعني حوالي 5 ضغطات كده، حاجة خفيفة بس تكون برضو متماسكة، وهتعرفوا هي طلعت معايا ازاي. اول ما بتشيلوها كده لما بتحطوا ايديكوا عليها بتحسوا ان الكنافة متماسكة جدا لدرجة ان هي مش طالعة في ايديكوا الشعر بتاعها. اخر خطوة بقى بجيب السمنة السايحة وبعد كده بغرق السطح بتاعها كله، ما ينفعش تكون جزء ابيض باين لان هيكون لونه مختلف عن بقية الكنافة. بعد كده بدخلها الفرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180 اللي هي تكون وسط، ما تكونش هادية ولا عالية. لو هادية الكنافة تطلع معاكم محجرة، ولو الحرارة عالية فهتنحرق وتاخد لون على طول، ودي اسباب كلها احنا بنقع فيها. بعد ما بتطلع خدت معايا 30 دقيقة اللي هو 20 دقيقة من تحت واخر 10 دقايق كده من فوق. فتحت الشواية، لو عندكم الفرن بيفتح من يعني من فوق وتحت ممكن تشغلوها عادي. بضيف عليها الشربات، انا سخنته علشان تطلع معايا طرية وحلوة، ما يكونش بارد اللي هو ساقع، بنسخنه علشان تطلع طرية. وبعد كده بقوم مغطياها، والبخار اللي هيطلع من الصينية ده اللي احنا حبسناه ده اللي هيخليها طرية وحلوة. طيب احنا عاوزينها تكون مقرمشة تكون حلوة يعني، ممكن ندفي الشربات، بس في الحالتين مش هنضيفه دافي، يا اما سخن يا اما دافي. المهم بعد ما انا قلبت الكنافة كده وبقى شكلها جميل جدا، بنبدأ ان احنا نقطعها بقى الاشكال اللي انتوا بتحبوها، مربعات او مثلثات. بس خلينا نتكلم الاول في موضوع ليه بتطلع معانا ناشفة جدا وليه تطلع معانا طرية. تطلع معانا ناشفة جدا زي ما قلتلكوا الشربات بيكون تقيل وبارد، والكنافة سيبناها وقت كتير في الفرن. طيب تطلع معانا طرية وحلوة برضو مظبوطة ازاي؟ لو سيبنا الشربات يغلي 8 دقايق فالشربات هيكون متعقدش قوي او مبقاش تقيل قوي، ونحطه على الكنافة وهو دافي فهتطلع معاكم طرية. ولو عملناه بنفس الطريقة اللي انا عملتها النهاردة اللي هو 12 دقيقة بيغلي علشان يكون تقيل وبنحطه سخن، فهتطلع معاكم الكنافة متماسكة زي ما انتم شايفين كده ومقرمشة، وفي نفس الوقت لما بنيجي نقطمها بتكون طرية في بقنا، مش بتكون محجرة على السنان. عاوزاكم بقى تجربوها وتبعتولي الصور على الانستجرام، بجد طعمها جميل جدا زي اللي بنشتريها من بره. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، باي باي.